يا مساء الفل على حضراتكم، اهلا بيكم في تاني بث مباشر. والنهارده زي ما وعدت حضراتكم ان شاء الله هنكمل اللوحه اللي قدام حضراتكم. وامبارح الناس اللي كانوا معانا على البث، حضراتكم شفتوا احنا ابتدينا اللوحه دي، اشتغلنا ابيض واسود ابيض واسود، ما دخلناش اي الوان. النهارده بقى هنبدا نشتغل في اللوحه ونلون ونشوف في النهايه شكلها يطلع ايه. خليني في البدايه كده اراجع مع حضراتكم الكلام اللي اتكلمناه امبارح. امبارح احنا اتكلمنا وقلنا ان اي حد يقدر ان هو يرسم، مفيش حاجه اسمها واحد ما بيعرفش يرسم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا نقدر نرسم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا عندنا موهبة الرسم. مين فينا بيستغل ده ومين فينا بيبعد عنه؟ في حد بيتجرأ ويمسك الفرشة ويبدأ يشتغل، وفي واحد بيخاف. لا، أنا بقول للناس ما تخافش، يلا امسك الفرشة. النهارده انا طالع مع حضراتكم وشغال بالباليتا دي. عايز اقول لكم الباليتا دي زي ما حضراتكم شايفين هي لوحه فنيه، انا بحبها جدا، بشتغل بيها وفيها. انا مش عارف بعد كده اكيد دي هعملها لوحه وهتكون لوحه جميله جدا. يلا بينا نبدا. يا ريت حضراتكم تكونوا جهزتوا ادوات الرسم وتشتغلوا معايا، هتلاقوا الموضوع لطيف وسهل جدا. اللي مطلوب، يعني انا بشتغل اكليريك، انا بحب الاكليريك. اللوحه دي من خامه الاكليريك. اللي مطلوب من حضرتك ستاند زي ده، اي اي مسطح نرسم عليه، اي مسطح تحبه، خشب، قنفص، قماش، اي مسطح، ورق، اي حاجه. وهنجيب اكليريك. شوف النوع اللي بترتاحوا له. انا برتاح للنوع الاكليريك ده لان العبوه 300 جرام وبتعيش معايا فتره طويله. واحيانا بجيب النوع ده برضو كويس جدا. مش بجيب خامه غاليه قوي، بجيب خامه معتدله علشان اشتغل. النهارده هنكمل لوحه امبارح اللي احنا اتفقنا وقلنا ان انا بكسر القاعده وبشتغل من وحي الخيال. كلنا عارفين ان دايما السماء بتكون بلون اللبني والبحر بلون اللبني. النهارده انا هكسر القاعده وهعمل السماء بلون الرمادي والفضي، والبحر برضه بلون الرمادي والفضي، والشجر هيكون بنيات واصفر وذهبي. يلا بينا كده نشوف اللوحه شكلها هيكون ازاي. ادي ابتدينا بالالوان. ادي الالوان، احط الابيض، الاسود حاجه خفيفه جدا كده. احنا اتفقنا زي ما قلنا هنعمل السماء بلون الرمادي والبحر بلون الرمادي. يلا بينا كده نتفرج ونشوف ايه اللي هنعمله، وان شاء الله اللوحه تطلع تعجب حضراتكم. زي ما اتفقت امبارح وقلت لحضراتكم، اكتر حد هيشير البث المباشر سواء ده او بث امبارح هنديله اللوحه اللي قدام حضراتكم هديه. امبارح لو حضراتكم فاكرين كنا شغالين بميه لون، النهارده لا، بنشتغل بلون سميك. ده اللون اللي هو السماء اهو اهو. وادي بنشتغل بفرش لون زي ما حضراتكم شايفين بالسماء اهي. النهارده امبارح كنت بشغل لحضراتكم عمر خيرت، النهارده انا مشغل ام كلثوم. هو النهارده بقى المود بتاعي طالب ام كلثوم. ويا ريت لو حضراتكم يعني حابين نتعلم مع بعض، يلا كلنا نطلع الادوات ونجهز الادوات ونبدا نشتغل مع بعض. مره على مره هتلاقي نفسك بترسم وبتعمل لوحه حلوه، ويمكن احلى من ده، احلى من اللوحه اللي قدام حضراتكم بكتير.
عايز اقول لكم ان انا خلال الفتره اللي فاتت اكتشفت ناس كتير جدا كانوا نفسهم يرسموا، كانوا خايفين يرسموا، وانا دربتهم على ان هم يمسكوا الفرشه. النهارده بيعملوا لوح ان شاء الله في البث القادم، يعني هفرجكم كده على بعض اللوح، وحاجه هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله يعني. انا طبعا بقول لحضراتكم الكلام ده علشان اجرأ الناس واقول لهم يلا كلنا نرسم ومش عايزين نخاف. اللون خلص ما جراش حاجه، علشان الناس اللون بيخلص تبتدي تقلق. لا احنا يخلص مفيش مشكله، بنقدر نعمله تاني، نعمل نفس الدرجه مفيش مشكله. طب وانا بعمل درجه اللون وبكمل مثلا السما طلعت غامقه شويه وفاتحه شويه، ايه المشكله؟ ما هو عمر ما في حاجه بتكون لون واحد. هو احنا عمرنا شفنا السما لون واحد؟ لا طبعا، السما بتبقى مجموعه الوان. ان احنا بنعمل السما لون واحد دي حاجات احنا بنعملها، والمفروض ان عمر عيننا ما بتشوف السما لون واحد. يعني انا فاكر ان حد من الفنانين امبارح علق وقال لي انت فين الظل والنور؟ عايز ارد عليه واقول له انا امبارح كنت شغال بميه لون، كنت بعمل يا دوب اوت لاين، فما كنتش مركز او ما عملتش ظل ونور. النهارده طبعا هنشتغل ظل ونور، وهنحاول ان احنا ان شاء الله نظهر اللوحه، واديني بلون اللوحه. الناس برضو اللي دايما بتقول ان انا بخلص اللوحه في قعده، يا جماعه انا عايز اقول لحضراتكم ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا، يعني او خلق فيا الموهبه دي ان انا بقدر اخلص اللوحه في قعده. مش عارف ليه بعض الناس مستكترين عليا ده، لا انا بقول دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، انا ماليش يد ليها. احنا زي ما حضراتكم شايفين اهو، انا اشتغلت السما زي ما شايفين اهو، حته غامقه وحته فاتحه، وتاثيرات السما بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طب يلا بقى نشتغل البحر برضو. ادي البحر بتاثيراته. زي ما اتفقنا احنا امبارح كنا عاملين اوت لاين، النهارده بنبتدي بنلون. يا سلام عليك يا ام كلثوم، فعلا فعلا ام كلثوم دي حاجه كده موهبه شاذه ما تتكررش، اعتقد ما تتكررش تاني، يعني انا مش عارف يعني. عايز اقول لكم ان انا النهارده مش قالب الكاميرا، اسمحوا لي ان انا هبص كده اشوف حضراتكم متواجدين ولا لا. عايز اقول لحضرتك برضو يعني ناس كتير جدا بتستغربني ان انا برسم في اماكن عامه وبرسم في اي مكان. يا جماعه هو انا لازم اقفل على نفسي علشان ارسم؟ يعني انا شايف ان لازم ربنا سبحانه وتعالى يمكن مدينا موهبه الرسم، او حب الرسم او معرفه الرسم. فانا شايف ان احنا يعني انا واجب عليا انقله لكل الناس، فعشان كده بقول للناس كلها يلا كلنا نرسم، وبعلم الناس زي ما حضراتكم شايفين. الهدف
في موضوع ان انا برسم قدام حضراتكم. انا عايز الناس كلها تتعلم الرسم، وبقول للناس كلها طلع وجرب، وهنغلط مره واثنين ومره هنصلح، وهتلاقي بعد كده حضرتك وحضرتك بترسموا. الموضوع يا جماعه فعلا ما هوش صعب، بالعكس موضوع الرسم حاجه ممتعه جدا 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 جدا. حد يطلع دلوقتي يقول الله ده اللوحه كان شكلها حلو، بس يعني كانت ابيض واسود، وانا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بلونها. لو حضراتكم واخدين بالكم هتلاقوا تاثير اللون الابيض والاسود تحت اللون اللي انا شغال بيه، او ميه اللون، تاثير مديه، تاثير لطيف جدا. وانا شغال يا جماعه دايما يعني كل حد زي ما قلنا ليه مدرسه خاصه. انا وانا شغال يعني انا مش بشتغل بلون واحد، بشتغل بعده الوان، يعني ببتدي اغمق وافتح وحاجات كده وانا شغال. ماشي، ادي كده تاثير شويه البحر. انا عايز اشتغل احط شويه رمادي اللي هو الميتاليك. انا غيرت الفرشه، اشتغلت الفرشه ارفع شويه. هنبتدي نشتغل الشجر. انا يا جماعه بحب احط كتل لون زي ما حضراتكم شايفين. خلينا بقى نعمل باليتة اللون ونبتدي نكون. احط بقى انا الالوان اللي انا هشتغل بيها كلها، وهعمل باليتة لون. ده بني. زي ما قلت لحضراتكم انا شغال كده من وحي الخيال، ولسه مش عارف ايه اللي هعمله، ولكن شبه بحر وجزيره كده و
مش عارف بقى، انا فعلا مش شايف مين معايا في البث ومين مش موجود. يعني انا بشوف ان بعد ما بخلص البث ناس كتير جدا بتخش تتفرج عليه. فعايز اقول لحضراتكم يا ريت يا ريت ننتهز الفرصه وكلنا نرسم، وكل واحد يرسم من خياله. يعني مش عايز حد يقلدني الموضوع. السلام على ام كلثوم، السلام على ام كلثوم وجمال ام كلثوم وحلاوه ام كلثوم. طبعا ده الظل بتاع الجزء اللي فوق. وزي ما قلت لحضراتكم كل واحد ليه اسلوبه. طبعا الناس اللي قاعده بتتفرج، في ناس هتقول يا ده الرسم ده موضوع سهل وهتبدا تجيب ادوات الرسم وتبدا تشتغل، وفي ناس هتشوف ان الموضوع صعب. برضه انا بقرر تاني بقول لهم لا مش صعب، يلا نبدا كده ونشوف. هتلاقي الموضوع ما هوش صعب خالص، بالعكس هتلاقي الموضوع لطيف وسهل، وهتكون سعيد جدا وانت بترسم. وعايز اقول لكم ان فعلا الرسم موضوع ممتع جدا 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 جدا. يا سلام كمان لما تقعد ترسم كده وتشغل ام كلثوم وتشغل حاجه بتحبها. اكيد طبعا كل الفنانين هتكون بتحب المزيكا والاغاني الراقيه، يعني مش هنلاقي حد بيحب الحاجات اللي حضراتكم عارفينها. ده لون ذهبي من نفس خامة الأكريليك. أنا لسه جايب العلبة جديدة بتيجي مبرشمة كده، بفتحها أهي. وده لون نحاسي برضه هشتغل بيه أغمق شوية، برضه لسه جايبها جديدة. هفتح العلبة اهو.
زي ما قلت لحضراتكم انا بحب احط كتل لون كده بتديني احساس باللون. ما احناش عارفين العمر ثواني. ده اللون اللي هو النحاسي الأغمق شوية. صدقوني يا جماعه يعني انا شغال في اللوحه وما كانش يعني انا كنت يمكن في خيالي كده يعني شايف انها تطلع بالشكل ده، ولكن يعني انا دايما بسيب نفسي كده واللوحه تطلع زي ما هي عايزه، بيطلع فيها احساس حلو كده وان شاء الله في الاخر تعجبكم باذن الله. ايه رأي حضراتكم؟ نكمل ولا نلف ونرجع؟ انا شايف يا جماعه ان احنا نكمل اللوحه و مش عارف حضراتكم موجودين معايا ولا لا ولا ايه، والصوت كويس ولا لا. انا فعلا مش عارف ومش عارف شوفوا انا اللوحه دي اعتمدت على يعني
مجموعة قليلة جدا من الألوان، ما اعتمدتش على ألوان كتير. زي ما قلت لكم كل واحد ليه أسلوبه وكل واحد ليه ذوقه. في ناس تحب اللوحة الهادية، وفي ناس تحب اللوحة اللي فيها ألوان كتير. كل واحد بيشتغل بذوق، يعني كل واحد بيعمل الحاجات اللي تناسبه. شايفين كتلة اللون، شايفين اللون العالي ده على الشجر بيدي إحساس جميل جدا. و هنبدأ بقى نعمل تأثير الموج بتاع البحر. عايز اقول لكم ان دايما انا بحب اعمل اللوح بتاعتي حاجات او اشكال مخالفه للواقع. يعني اللي هيجي يقول لي ايه ده انت عامل البحر بلون الرمادي، ايوه يا جماعه، طب هو انا لازم وانا برسم اعمل اللي انا عايزه؟ صح ولا غلط؟ انا عارف طبعا
ان كتير قوي ما بيرضوش يطلعوا بس مباشر علشان يعني ما يشرحوش الخطوات خطوه بخطوه. انا بقول لا، انا هطلع بس مباشر، لان زي ما قلت لكم مبادره يلا كلنا نرسم هي لكل الناس، كل الناس تعلم الرسم. عايز اقول لحضراتكم ان انا كده ان شاء الله برضو انا بعمل تأثير كده على الظل كده بالبحر، برضو هو بيكون يعني ما هوش أنا شايف بعد إذنكم أنا هكتفي لغاية كده النهاردة، وبكرة إن شاء الله هنكمل مع بعض اللوحة، وبإذن الله بكرة نخلصها. إحنا امبارح اشتغلنا أوت لاين بالأبيض والأسود، النهاردة ابتدينا نلون زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. اللوحة ما شاء الله طالعة هادية جدا. أنا بفضل أقف كده النهاردة وأسيبها يعني حتى اللون ينشف وعينيا ترتاح شويه، وبكره ان شاء الله هكون معاكم في نفس الميعاد ان شاء الله باذن الله، وهنكمل مع بعض اللوحه. ويلا كلنا نرسم. تحياتي، اشرف شندي.